المحامي اللي بيحاول يرجعه، لكن فيديا بتعرفه انها ما تقدرش تديله المبلغ ده، وان الفلوس اللي معاها كلها هي اتعاب المحامي اللي هيرجعه شغله، وبتسيبه بتروح شغلها. وفي الوقت اللي بتمشي فيه فيديا بنشوف ان ارجون بيجيب صحابه يلعبوا عنده قمار في البيت مقابل انهم يدوله فلوس، ولما بيكونوا بيلعبوا بيسمعهم بيقولوا ان المكسب هو 500 روبية، عشان كده بيقرر لاول مرة يلعب معاهم، وبياخد ال100 روبية بتاعت النور وبيلعب بيها، لكنه بيخسرها في اللعب وما بيكونش عارف هيعمل ايه في الورطة دي. عشان كده في نفس اليوم بالليل بيقطعوا عنهم الكهرباء، وبتعرف فيديا انه ما دفعش الفاتورة، وساعتها بتزعق معاه لانه من ساعة ما اترفد من شغله وهي شايلة مسؤولية البيت لوحدها، وهو مستهتر جدا. وبعدها بيروحوا يناموا. وفي الوقت ده بنرجع بقى بالزمن كمان 10 سنين عشان نعرف مين هو أرجون تلوار. وساعتها كان أرجون أفضل ضارب كرات في لعبة الكريكيت، وكان على علاقة بفيديا، ومن كتر ثقته في نفسه ساعتها كان وهو نازل عنده عادة انه يزق الضارب اللي لسه طالع وهو نازل مكانه. وعند فيديا في البيت بنعرف ان ابوها مش مقتنع بعلاقتها مع أرجون ورافض جوازهم، وحتى